لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انهيار الأميرة رانيا آل عبد الله على وفاة الفنان السوري فؤاد حجازي. على الرغم من أن فؤاد حجازي كان فنانا محبوبا في العالم العربي، إلا أن الأميرة رانيا تعبر عن حزنها علنا على وفاته، لكن في قلوبها وسط حالة من الحزن الشديد على الأميرة رانيا آل عبد الله على خبر وفاة الفنان المحبوب جدا الفنان فؤاد حجازي الذي توفي. وطلب الجميع الشارع الأردني الدعوات إلى الفنان فؤاد حجازي وسط حالة من الجميع بعد وصيته الأخيرة، وصية فؤاد حجازي الأخيرة، تعيد جثمانه إلى لبنان بعد عقود من في الأردن. خيم الحزن على الساحة الفنية والثقافية العربية أثر إعلان وفاة فؤاد حجازي، أحد أبرز رواد الفن والموسيقى الذي انتقل إلى جوار ربه في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ينهز 75 عاما، وذلك بعد رحلة علاج طويلة. دخل مدينة الحسين الطبية التي حظى فيها برعاية صحية أثر توجيهات ملكية من الملك عبد الله الثاني بن الحسين بتكفل علاجه. وقررت عائلة الفنان الراحل نقل جثمانه للعاصمة اللبنانية بيروت ليروى ثراه في مسقط رأسه، في حين أعلنت نقابة الفنانين الأردنيون فتح بيت عزاء في مقرها بمنطقة اللوبيدة في عمان لاستقبال جموع المعزيين من الوسطي الفني والإعلامي ومحبي الراحل. مسار حياة الفنان الراحل وتفاصيل تشييعه، اهتماما واسعا بشأن هويته وجنسيته. فقد ولد فؤاد حجازي في مدينة علبك اللبنانية عام 1951، وقضى فيها سنوات طفولته الأولى حامل الأصول والجذور اللبنانية. ومع مطلع شبابه انتقل حجازي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث استقر ونال الجنسية الأردنية التي عاش ومات في ظلها، ليصبح واحدا من أبرز أعمدة الفن في الأردن. وفي حين تمثل بيروت مرقد الأخيرة وجذور جغرافية تظلها الهوية الفنية للراحل أردنية بامتياز، إذا شكلت الأردن بيته الخاص لانطلاقاته وشهرته ومشروع الغناء والتلفزيون على مدى أكثر من نصف قرن. انطلقت المسيرة المهنية للفنان الراحل عام 1965 عندما التحق بقسم الموسيقى في الإذاعة الأردنية، أسهم بصوته الدفء في بناء ملامح الأغنية الوطنية والشعبية. ونجح حجازي في تقديم أعمال خالدة تجاوزت الحدود الجغرافية، من أشهرها يا بالنية لست فرنجية، وأنا الميت، وطارق، وشكلك يا حلوة. الثنائي الغنائي الشهير أهلا بحبيبي الذي جمعه مع الفنانة جو كولين. إنتاجات متخصصة في آداب الطفل والإبتالات الدينية والوجدانية. لم تتوقف موهبة فؤاد حجازي عند حدود الغناء، بل امتدت إلى الشاشة الفضائية خلال الحقبة الذهبية للسينما العربية بين عامي 1969 وعام 1975، إذا خاض تجارب تمثيلية وبطولات سينمائية صورت بين دمشق وبيروت، وشارك كبار نجوم السينما في أفلام بارزة مثل بنات الحب ورحلة عزاف في سبعينات القرن الماضي مع الفنانة الراحلة ناهد شريف. وشكلت تجربة حجازي السينمائية رفضا مهما لمكاتبه الفنية العربية قبل أن يعود متفرغا لخدمة المشهد الثقافي والموسيقي حتى أيامه الأخيرة. ولا يوجد أي دليل موثق على بكاء الأميرة رانيا عبد الله علنا على وفاة الفنان السوري فؤاد حجازي، على الرغم من أن فؤاد حجازي كان رانيا لم تعبر عن حزنها علنا على وفاته. وقد لا تكون الأميرة رانيا على علم بوفاة فؤاد حجازي، أو قد لا تكون على دراية بأعماله. من
المهم ملاحظة أن عدم تعابير الأميرة رانيا عن حزنها علنا لا يعني أنها لم تتأثر بوفاته، ومن الممكن أنها شعرت بالحزن بشكل خاص، ولكنها فضلت عدم مشاركة هذا الشعور مع الجمهور. في النهاية لا يمكننا الجزم بسبب عدم تعابير الأميرة رانيا عن حزنها علنا على وفاة فؤاد حجازي، ولكن يمكننا القول أنه فنان محبوب في العالم العربي، ووفاته كانت خسارة كبيرة للفن العربي. ووصيته، وصية فؤاد حجازي الأخيرة، تعيد جثمانه إلى لبنان بعد عقود في الأردن.